السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخزن البطاطس مع بعض من السنة للسنة بدون ما نحتاج لفريزر او تلاجة. هنخزنه بره التلاجة وهيقعد معاكي من السنة للسنة. هنحتاج للنشا بس والبطاطس، دي كل اللي هنحتاجه النهاردة في الطريقة بتاعتنا لتخزين البطاطس. هاتي كمية البطاطس اللي انت عايزة تخزنيها، وانصحك دايما بالبطاطس اللي بيبقى فيها لون احمر، دي بتبقى تحفة، ما بتشربش زيت، وكمان لما بتيجي تحمريها بتبقى بطاطس تحميرة جميلة جدا. هنحتاج للبطاطس، مش هنغسلها طبعا زي ما هي كده. كمان هنجيب سله او كرتونه، بس انصحك بالسله دي، بيبقى فيها فتحات تهويه بتبقى جميله جدا. بحطها في السله دي، بحطها في البلكونه، عايزه اقولك بتفضل معايا شهور بالطريقه دي بدون ما نحتاج لفريزر ولا اي حاجه. هنجيب السله بالطريقه دي، وكمان هنحط فيها ورق، تقدري تستخدمي ورق جرايد او ورق كراريس عادي اللي موجود عندك استخدميه. هنجيب السله بالطريقه دي، وهنحط في قاع السله من تحت كده ورق كراريس او ممكن ورق جرايد زي ما قلتلك، وهنحط كده معلقه من النشا. هنرشرش كده معلقه نشا بالطريقه اللي انت شفتيها دي، وهنحط البطاطس رقات. كل ما هنحط طبقه بطاطس هنرش عليها نشا، وكمان هنحط طبقه من الورق، وهنكمل طبقات طبقات لحد ما نخلص كميه البطاطس اللي عندنا كلها. الطريقه دي جميله جدا، عن تجربه انصحك تجربيها، وان شاء الله البطاطس هتقعد عندك لشهور وممكن كمان من السنه للسنه. شايفه بالطريقه دي هترصيها بالطريقه دي، ودلوقتي هنضيف عليها النشا. حاولي تغطي البطاطس تماما بالنشا، عمرها ما هتزرع معاكي ولا هتبوظ، وهتفضل عندك شهور بالطريقه دي. دلوقتي هنحط ورقه اعزل بين كل طبقه والتانيه. انصحك تجرب الطريقه دي، هتخف حمل كبير عن الفريزر كفايه عليه الخضار والفاكهه واللحوم، مش هيستحمل ده كله بصراحه، هيبقى الكميه كبيره جدا عليه. وفي ناس كتير جدا ما عندهاش فريزر ومحتاجه ان هي تخزن، الطريقه دي ليهم النهارده جميله جدا. انا عن نفسي عندي الفريزر، بس بستخدم الطريقه دي في تخزين البطاطس، بتبقى تحفه جميله جدا وافضل بكتير من البطاطس اللي هي متخزنه في الفريزر. هنحط زي ما قلت لك ورقه كده بين كل طبقه والتانيه. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي، يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك، يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبكده خلصنا كميه البطاطس اللي عندي كلها. اتمنى تكونوا استفدت من الفيديو وتكون الفكره نالت اعجابكم، ويا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.